هو كان احد مشجعين النادي الاهلي، وكان في رابطه النادي الاهلي مشجع عمك واسطوره بلدك محمود الخطيب، اللي هو علم عليكم وهو لاعب كوره، وعلم عليكم وهو في اي منصب اداري، وعلم عليكم وهو رئيس نادي. وانا عارف ان محمود الخطيب كمقارنه بتاريخ ناديك كله مش هتيجي 10% من اللي هو عامله. بتاريخ ناديك برموزك بكل ما توعى عليه، ما ينفعش تتكلم على عمك محمود الخطيب. ده بالنسبة ليك عشان انت مخك على قد طولك، ودايما بتهلفط وبتقول اي كلام، وكده كده انت بتحب تاخد اللقطة، فالناس بتديك اللي فيه النصيب. بيقول ايه القزعة؟ نادي بيراميدز لأول مرة في تاريخه، وأول نادي مصري بعد الأهلي والزمالك ياخد دوري أبطال أفريقيا، وبالتالي ده انجاز تاريخي لم يحدث من قبل. امال الاسماعيلي كان بيعمل ايه؟ وغزل المحله كان بيعمل ايه؟ لا انت السبوبه نسيتك المعلومات اللي انت المفروض تبقى فاهمها او عارفها. عامه انت مالكش دور معانا اكتر من كده، لان انت زيك زي فريقك بتوع لقطه وبتوع شماعات، وفي الاخر انتوا شويه كومبارسات ولا ليكوا قيمه ولا لازمه في الوسط الرياضي ككل. وانا بقولها لك، انت اخرك تجري ورا السبوبه، عشان انت مش لاقي سبوبه في ناديك، ولا ناديك عارف يخليك تفرح وتركز معاه زي ما انت مركز مع الفرق التانية، وخصوصا اللي كسر عينيكم وحط عليكم زي النادي الاهلي اللي هتظل عقدتكم الازليه. وانا بقول لك خليك مع ممدوح عيد، يمكن يشوف لك تعيين في الكانتين. اما بالنسبه لنموذج الشيكات المفتوحه والمصاريف المدرسيه، ميدو مشاكل. ميدو الكفتاجي هنا بقى بيقول ايه؟ بيقول كل اللي جاي بتاع بيراميدز، بيراميدز افضل نادي في مصر حاليا. كل جمهور الزمالك النهارده بيحتفل بفوز بيراميدز ونجاحه اللي هو شرف لكل زملكاوي. طب عموما كويس ان انت وجمهورك وناديك واخدين احتفالات وفرحانين بنجاحات وانجازات لفرق لسه طالعه من نص ساعه. وده بيدل على ايه؟ ان انت فريقك المعدوم كشخصيه ومعدوم الهويه ومعدوم النجاحات موصلك للدرجه دي. ودي حقيقه انت مش قادر توصل لها، ان انت ولا عرفت تفيد فريقك لما كنت لاعب وكنت كادر، ولا عرفت